صناعي. متوسط اسعار النقاشه في 2025 2026. انا عارف انك وانت بتشطب شقتك دلوقتي بقيت تسمع اسعار من وجهه نظرك انها فلكيه. اسعار مبالغ فيها جدا. ايه متر نقاشه 70 و80 واحيانا بيوصل 100 جنيه. هي الاسعار دي منطقيه فعلا؟ الناس دي الصنايعي ده ما بيشتغلنيش ولا انا وقعت في شويه حراميه انا اسف ولا ايه بالظبط؟ وهل فعلا لو هي الاسعار كده هو الشغل بيصرف كده؟ يعني الصناعيه ما بتنهبش مثلا؟ بص في الفيديو ده ان شاء الله هشرح لك واحده واحده كده ايه هو السعر المناسب، تمام؟ وكمان الشغل بيصرف كده ولا ما بيصرفش كده. كل اللي عليك بس عشان ما تنساش لايك للفيديو لو عجبك، وتعليق بسيط لو عندك اي مشكله من اي نوع في مجال التشطيبات او الدهانات وعايز تعرفها ممكن نعمل عليها فيديو نفيدك ونفيد غيرك. سمي الله كده وصلي على النبي ونخش في الموضوع. احنا هنضرب مثال النهارده على شقه 100 متر. زي ما اتفقنا 100 متر، الشقه 100 متر بتعمل متوسط من 320 350 ما بتوصلش 400. يعني ده انا عملت لك فيديو قبل كده ازاي تعرف الشقه كام متر، بس يعني هنا حسبه كده نظريا من 100 متر يعملوا حوالي 350 متر بنوسع حوائط، تمام؟ يبقى عندي 350 متر لو شقتك 100 متر. انا دلوقتي هفترض احكي لك قصه بسيطه كده ان انا صنايعي، ان انت اتفقت معايا ان انا اشتغل لك الشغل واحنا نيجي شقتك دي. اول حاجه اول ما بندخل في بند بيتعمل ان احنا بننظف بنكحت بنفرش كرتون بندي سيلر. ده بياخد حوالي من يوميتين لثلاثه، يعني 3 يوميات. ادي 3 يوميات تجهيز سيلر ومرشمه وفرش ارضيه ولزق تيم وتتيم على لو في الموتال والشغل ده كله. 3 يوميات، تمام؟ 3 يوميات دي يعني 3 صنايعيه يعملوا الكلام ده فيهم. انا ما بجيش 3 ايام ورا بعض، انا بديك كمثال لو انا لوحدي او احنا 2 أو 3 مع بعض. تاني حاجه هندخل في مرحله المعجون. معروف ان الصنايعي بيفرد متوسط الصنايعي لو انا بفرد شغل كويس مش تكحيت ده وجري والكلام ده متوسط 100 متر. يعني شقتك دي في السكينه الاولى هتصرف حوالي 4 يوميات، سكينه اولى 4 يوميات. السكينه الثانيه بتبقى اصعب من الاولى، والثالثه اصعب من الثانيه، والرابعه اصعب منهم كلهم عشان احنا بنفنش وبنرسم الشغل. هنمشيها كلها على بعض، يبقى الاولى الثانيه والثالثه والرابعه اربعات كلهم. خلصنا معجون وعايزين ان احنا نصنفر ونبطن. صنفره وبطانه والكلام ده يعني واحنا جايين على نفسنا هتاخد 4 يوميات. أربعة لو 4 صنايعيه في يوم يصنفروها ويبطنوها، ان ده احيانا بصعب على الناس بس هنمشيها 4 يوميات. كده شقتك وقفت على البطانه والشقه كانت اساسا. مرحله التشطيب غالبا بتصرف يعتبر فرق تلت اليوميات. يعني هتطير التلت ونسيب التلتين. يعني احنا لو عندنا 4 16 24 يعني هتاخد منك حوالي 10 يوميات. 10 يوميات ده الشغل العادي. 10 يوميات من 10 يوميات دي مش من الناس 10 يوميات، انا بصرف في يوميه ماليش دعوه بقى كانوا 2 صنايعيه ياخدوها في 5 او ايا كان، يعني بتصرف حوالي 10 يوميات. بحسبه بسيطه كده اصبح عندنا ايه؟ اصبح عندنا 3 في الاول و4 كل سكينه معجون. 4 16 و16 اللي هي ال4 و4 تانيين 32 و4 بطانه وصنفره 36 و10 تشطيب. كده كام؟ 36 و10 46 وكان في 3 يعني 39 يوميه. قول من يعني النص والزياده هنزود يوميه يبقى حوالي متوسط 40 يوميه. يعني شقتك دي علشان تتسلم لو هي 100 متر عايزه حوالي 40 يوميه شغل كويس. تمام كده؟ ال 40 يوميه. يوميه صنايعي النهارده كده. يوميه صنايعي النهارده في الوقت الفيديو اللي انا بكلمك فيه ده عامله 500 جنيه. تمام؟ عامله 500 جنيه. يعني 40 يوميه في 500 طلع الصفار دي بره ب 20 يعني 20000 جنيه. 20000 جنيه يوميات غير مصاريفها. ما الصنايعي بيجي مواصلاته شاي والغدا والكلام ده عليه، يعني هنحط لها 2000 جنيه بس، يعني حوالي 22000 جنيه. صدقني انا والله انا ما حسبت الحسبه دي قبل الفيديو، انا بس فتحت الكاميرا وقلت اصور، تمام؟ فطلعت 22000 جنيه. حلو الكلام؟ 22000 جنيه دي مصاريفها. صرفت 22000 جنيه. كويس؟ نشوف بقى الشقه ال 100 متر دي هي مصنعيتها كام في الاساس. كويس؟ 350 متر 350 متر على ال 22000. على 350. ال 22000 جنيه اللي صرفتهم الشقه دي على متوسط الامطار عامل 62 جنيه. يبقى المتر صرف 62 جنيه. تمام؟ 62 جنيه ده متوسط الشغل
انا ما قلتلكش الصنايعي انتاجه كل يوم ازاي التاني. ما هو ممكن النهارده صنايعي يجي ما يشتغلش، تبقى صنايعي ما تشتغلش ايا كان، يعني في ظروف ثانيه صاحب الشغلانه اللي متفق معاك بتاثر عليه. هو في الغالب الصنايعي اللي شغال باليومين ما بيديش قوي، ما بيزيدش في الانتاج قوي، هو ممكن يقل لكن ممكن يشتغل في الطبيعي، ده مش بنعيب في الناس، بس هو كده يعني طبيعه البشر كده. يعني 62 جنيه 62 جنيه. طيب انا شايل شغلانه تمام، هاجي اشتغل هاخد يوميه زي الصنايعي هاخد 500 جنيه وامشي؟ ما احنا خلينا منطقيين. انا دلوقتي او غيري شايل شغلانه، مش هاجي احاسبك انا خدت 500 جنيه وخدت المصاريف زي الناس ومشيت، لا انا ليا مكسب، ليا هامش ربح. على الاقل هتديني 7 8 جنيه في المتر، يبقى اصبح الشغل الطبيعي ال 62 دي مع ان انا احط هامش ربح، ان انا تحمل مسؤوليه، وان انا لو في يوميه ثانيه بروح اعملها لو في مشكله في الشغل، والكلام ده كله المكسب من الشغلانه الطبيعي على الاقل 7 8 جنيه، ده يبقى المتر عامل كام؟ المتر عامل 70 جنيه. تمام؟ ده الشغل اللي تعرفه. مواصفاته ايه؟ مواصفاته مرش موصله، فرش الارض، 4 سكاكين معجون، صنفره، التجهيز، التبييض والكلام ده، 3 وشوش تشطيب اسف، والفينش. طيب اللي يبقى مبدئيا بدايه الشغل الكويس بيبتدي من 70 جنيه. والله انا ما حسبت الحسبه دي قبل الفيديو، وانا قاعد وقت التصوير قلت هصور الطبيعي، انا عايز ابقى طبيعي معاك عشان برضه ما اظلمكش وما اجيش على حد. تمام؟ ناس زمايلنا عشان ما حدش يتضايق. يبقى انا المتر صرف بدايه الشغل الطبيعي صرف 70 جنيه. 70 جنيه ده الشغل اللي هو حضرتك بتيجي تستلم، بتقف في وسط الشقه بتبص على الحيطان بتاعتك، في الغالب ده الشغل الكويس. طب نفترض دلوقتي مهندس عميل قال لك انا عايز استلم على اللمبه، عايز استلم على الكشاف. طيب هو انتاج الصنايعي في الوقت ده اللي يجي يضرب لك كشاف على الحيطه كده، يبص فوق ويبص تحت، والكلام اللي انت بتشوفه في الريلزات والفيديوز اللي انت بتشوفها ايا كان في التشطيبات دي، هو ده طبيعي؟ هل انت متخيل ان انا لو جاي اشتغل الشغل ده هشتغله بال70؟ طيب انتاج الصنايعي فيه هيبقى هو ده احنا ده احنا اساسا الاضاءه دي فضاحه. متخيل بس الاضاءه دي فضاحه؟ فهل انا اخد منك شغل بنفس المبلغ؟ وهل انا لو انا اشتغلت سيبك من نفس المبلغ هيبقى انتاجي هو هيبقى تشطيبي هو؟ انا بعيد وازيد، والشغل ده من اصعب مما تتخيل. يبقى اذا من وجهه نظري المنطقيه لو انت بقى عايز تستلم شغل بالكشاف والكلام ده هبقى ان خلاص هنفترض ان الحاره كويسه والدنيا تمام، ينفع اساسا، لان في مش موضوعنا دلوقتي، ما في حارات ما ينفعش تستلم فيها كده، والله لو عملت ايه ما ينفع تستلم فيها كده. خلينا نقول ان الحيطان كويسه ينفع نعمل فيها كده وتستلم بكشاف. انا وجهه نظري انا اقل من 100 جنيه ما ينفعش. 100 جنيه ما ينفعش. يبقى اديك الخلاصه الصوص بتاع الفيديو ان الشغل كويس، ال4 سكاكين معجون والكلام ده كله احنا بنتكلم في 70 جنيه. عايز بقى تعلي مستوى استلامك للشغل، اكيد المتر هيعلى. لو انت عايز على الكشاف زي ما انت بتشوف في الفيديوهات اللي هي بالمناسبه والله قليله قوي على ارض الواقع، هتبقى المتر ساعتها ب 100 جنيه، واظن ساعتها متر عادل بدايه المتر العادل. طيب احنا خلصنا، وفي ناس بتبقى اقل وناس بتبقى اكتر. احنا في قاعده ثابته احنا بنتعامل بيها، احنا ناس انا اعرفه في قاعده عندنا بنتعامل بيها: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ان صدق وبيان ابورك لهما في بيعهما، كذب وخبأ وحقت بركه بيعهما. انا وانت بنتفق على ايه؟ انا اتفقت على كده، انا شغلي كده. ممكن يكون شغل انا رخيص وعايز امشي الدنيا، ممكن اكون مضغوط، ال70 دي خليها 60 خليها 65 وامشي الدنيا، ممكن ال100 جنيه دي انا اقول لك والله معلش نزلها. تمام؟ انا بكلمك دلوقتي عن تفاصيل الشغل اللي هو المنطقي الطبيعي. طب في اختلافات؟ في خلافات. احيانا بنبقى مثلا شغل في كومباوند، احنا كومباوند نوعين من 9 ل 4، في شغل بعيد شويه محتاج تنقلات ومصاريف في المواصلات، اظن المتر على الاقل هيزيد شويه. يعني اللي انا بكلمك فيه ده المتوسط والغالب في الشغل.